في الاول ديال هذا الفيديو بغيت نعلن على التضامن ديالي مع الياس المالكي. محنه كيدوزها وما غاديش ننسى المواقف الشجاعه ديالو لما كنت انا مشدود. الياس المالكي اشنو دار باش نلوحوه في السجن بحال هكا؟ وقالوا لي راه هو في واحد النفسيه ديالو مكرفس بزاف عاد في السجن. الياس المالكي ما كنظنش مشدود على قبل راح يتسب الامازيغ ولا شي حاجه، ولا المهم كاينه شي حاجه اللي هي مخفيه. الياس المالكي عنده الملايين من المتابعين، الملايين. البارح في ملعب الدفاع الحسني الجديدي في المباراه اللي جمعت الفريق جديده مع حسنيه اكادير، الجمهور ينادي باطلاق سراح الياس المالكي. كاين اللي غادي يقول لي وريضه راه سب الامازيغ وتهكم عليهم. يقول لي بغى يقول الناس في دول اخرى، في دول الناميه، مابقاوش كيديوها في التفاهات بحال هادشي. سبنا حنا، سب الفاسه، سب في هادشي. اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، سب اسيدي، ما كيبقى غير معقول. الناس كيخموا باش ينظموا رحلات سياحيه للفضاء، شوف الناس فين وصلوا، وحنا باقيين لا سبنا ما سبناش، لا قال فينا شي حاجه، ما خصناش ننزلوا لهاد التفاهات. الياس المالكي هانتوما شفتوا الصيت ديالو عالمي، بيكي عارض عليه باش غيديروا واحد المواجهه وشي حوايج. حرام حرام بان اي واحد وصل لشي واحد الشهره، الا بغينا نسميوها بحال هكا، واحد القمه، ونجيو نضربوه وندخلوه للسجن لان سب فلان قال فلان. في نفس الوقت كنحيي الفعاليات الامازيغيه لانها دارت تنازل، وكنطلب من الناس الاخرين يديروا التنازل باش يتطلق الياس المالكي. شاب شي خطرات كيخسر الهضره، ولكن اللي ما بغاش ما يدخلش لعنده، ما يتصنتش ليه. لا كيأثر على الشباب، لا ما كيأثرش على الشباب وما كيأثر على حتى واحد، كيأثر على راسو. وهذاك الشباب اللي كيشوفوه راه كيشوفوه كيدوزها وصافي، وكيشوف حوايج اخرين. مره اخرى الله يخليكم المسؤولين، عافاكم الله يرضي عليكم، الى ما قيلوا لنا من هذه القضيه اللي دوا الحباسات الحباسات الحباسات. وانا غنرجع لهذا الموضوع هذا.